الحلزونة يما الحلزونة، وحسين الشحات واقف في البلكونة، فقال له محمد شريف انا نفسي ابقى مخيف، لحد ما كهربا لعب الرابونة للواد تاو اللي رقص الحنجولة، واوكلاند سيتي مسك يا عين الكزرونة. الحلزونة يما الحلزونة. ويلا بينا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد صابر ودي الكورة مع أفوكاتو. ماتش تحت عنوان الأهلي استوى مع البروف كولر على نار هادية. هقول لك ليه على نار هادية. فبعيدا كده عن الأجواء الاحتفالية، انتوا عارفين إن إحنا دايما بنحب نمسك في النواحي التكتيكية، وأنا مش عارف ليه من كتر الفرحة السجع والقافية لازقين في لساني. ما تخلص بقى يا نجم وخش في الموضوع. هي وصلت الدرجة دي؟ يلا نخش في الموضوع. بص يا سيدي، كولر دوت يعني رجع لنا ذكريات بوتريكا وريح لك على الاريكه مع اوكلاند سيتي. يعني الماتش بجد خسرنا كتير قوي، ان الشوارع ما بيعلقش على الماتش دوت. بس خلينا بجد نتكلم على كولر، مدرب عنده كميه حيل مش طبيعيه. وكأني بكيروش دلوقتي عايز اجيبه واقول له اخيرا يا كيروش تقدر تمسك منتخب مصر تاني وتلعب بقى 4-3-3 اللي انت عايز تلعبها. لان انا لو تفتكروا الفتره اللي كان ماسك فيها كروش قلت له مش هتعرف تطبق الطريقه دي طالما الانديه في مصر ما بتلعبش بيها. 4-3-3 لازم مدرب يقعد مع فرقته ويحفظهم، وهو ده اللي حصل. مش هو ده السوليه اللي لعب في المنتخب 4-3-3؟ شفتوا عمل ايه؟ مش هو ده حمدي فتحي؟ شفت عمل ايه؟ شفت ديانج عمل ايه؟ ماتش النهارده يعني يستحمل اكتر من عنوان. يعني مثلا حسين الشحات تخصص مثلا كاس عالم للانديه، تقدر برضه تحط عنوان تاني، تقدر تقول مثلا ثلاثي خط وسط الاهلي الجحيم. العيال دي جحيم، ماشي. عبد المنعم جحيم، هاني جحيم. الواد الشقي بقى احمد عبد القادر اللي انا متغاظ منه، بس هو بصراحه الراجل لعب بيه النهارده بمنتهى الذكاء، بمنتهى الذكاء. من الاخر ده كان الشبيح هو ومعلول. مش انتوا عارفين ان احنا بنودي الجبهه دي بتهاجم؟ طب انا هخليها تهاجم، بس مش عشان تجيب اجوان، عشان تبقوا فاهمين بقى. بص خدي السليمه بقى، خدي السليمه مني. لا، هو شد الملعب كله ناحيه الاتنين دول، ودي الحيله بقى. دي الحيله اللي اوكلاند ما خدش باله منها، وقام مدخل حسين الشحات لوسط الملعب. فاكرين لما قلت برضو ان حسين الشحات بيزداد قوته وحلاوته لما كان بيخش لقلب الملعب ومركز رقم 10؟ حسين الشحات اقل مكان بيلعب فيه هو الجناح، لكن طول ما انت بتديله واجبات يخش يلعب من قلب الملعب هتشوف حسين الشحات حاجه تانية. وهو ده اللي حصل النهارده في الجول الاولاني. حسين الشحات جاي من الناحيه الشمال، عدل وقام رازع واحده عامله كده زي اللي جابها في الدحيل، نفتكر كاس العالم اللي فات. وخليني اقول لك ان بجد الاهلي يعني استفاد من فكره انه كاس العالم هو اللي جاله في تاكس وما ضيعش الفرصه وركب الماتش. اوكلاند سيتي خليني اقول لك انه كان من اكتر الفرق اللي بتعرف تخرج بالكوره كويس قوي من ورا. الغريبه يعني انا كنت متوقع ايه؟ ان الاهلي هيبدا يقابله من نص الملعب، مش هيضغط عليه عالي، لان الفرقه اصلا متميزه في الحته دي. الجول بتاعها بقى نقطه الضعف اللي عندها، على قد ما هو وزنه تقيل ووزنه زايد، يعني ما الحاجات اللي اتشطت عليه كان يعني ما كانش حلو فيها، بس الجول بيلعب برجليه الاتنين حلو، وفرقه بتلعب من تحت حلو. الغريبه بقى ان الاهلي افقدهم القدره دي، افقدها لهم. والجول اللي دخل والطريقه اللي لعب بيها الاهلي وكسر معنوياتهم في الشوط الاولاني، العيال تقريبا نازله الشوط الثاني مهزومه. لان تعالى كده هتبص تلاقي اوكلاند سيتي كان بيضغط على الاهلي عالي الشوط الاولاني، نزل الشوط الثاني بقى خلاص رجع وقف من تلت ملعبه، طلع خط الظهر لقدام شويه، لعب على الاوفسايد، لان لقى ان هو خلاص مش عارف يجاري الاهلي. العيال بجد نزلت الشوط الثاني. هي برضو دي عند المدرب بتاع اوكلاند، ان هو اللي قال لهم خلاص بقى ما تضغطوش عالي، ارجعوا بقى ودافعوا من نص ملعبكم. تحس بجد ان اوكلاند سيتي العيال نزلت مهزومه نفسيا، خلاص الماتش كان بالنسبه لهم انتهى. وده برضو راجع لان اوكلاند سيتي اصلا حجم التنافس اللي هو فيه، يعني الجزء او الدوريات اللي بينافس فيها والبطولات اللي بينافس فيها اقل قوه من الناحيه التنافسيه بتاعت الاهلي. البطولات اللي الاهلي بينافس فيها اقوى.
فده مدي الاهلي افضليه، فرقه بتلعب كره حلوه، عندهم سرعات، بيلعبوا كره شامله، بيبنوا من تحت، والكلام ده كله ما كلش مع الاهلي ب 3 جنيه. ب 3 جنيه. عجبني بجد كولر النهارده. اتفرج على الثلاثي الستة والتمانيتين، حمدي فتحي وعمرو السولية، والستة بتاعهم ديانج. ابداع. وخلاص بقى انت بعد الجول التاني بقى ايه؟ بقيت بتلعب بمزاج. انا عايز اعرف مين اللي قال ان الشوط الاولاني شوط اللعيبه والشوط التاني شوط المدربين. العكس اللي حصل تماما النهارده. كولر النهارده هو اللي كسر معنويات اوكلاند في الشوط الاولاني بسبب خطته، فنزل الاهلي بالشوط الثاني بقى بمهارات اللعيبه بتاعته والمزاج والروقان العالي قوي والكعوب اللي اتلعبت. ويعني الاهلي النهارده اهدر فرصه انه كان ممكن يطلعهم بفضيحه زي اللي ما طلع بيها النصر السعودي السنه اللي فاتت. مدرب عندي ثقه كبيره فيه جدا، كبيره جدا. حاسس ان احنا يعني ايام ابو تريكه راجعه تاني، او ايام يعني جوزيه راجعه تاني على ايد الراجل دوت. حيله واسعه. يعني ايام جوزيه كان معاه لعيبه افزاز. انت عندك لعيبه كويسه بس فيها عيوب، فيها مشاكل، فيها شويه نواقص. فانك تبقى يعني تعمل سكواد قوي جدا، والناحيه التكتيكيه بقى تحفظ اللعيبه ازاي تحفظها 4-3-3 وتطلعها بالمنظر ده. جميل قوي. ورغم ذلك التغييرات اللي عملها، يعني مع ان انا ما كنتش مع خروج حسين الشحات، بس برضو يعني وزن الفرقه ما اختلتش. الفرقه فضلت واقفه على رجلها. ما يعني انا كنت ضد جدا اول ما طلع حسين الشحات، يعني كنت حاسس انه انت كده بقى بوظت علينا الماتش، والحلاوه والطعامه اللي احنا شايفينها دي هتروح. لا، ما حصلش الكلام دوت. اهلي عنده سكواد قوي جدا، شارب طريقه اللعب كويس قوي. نرجع للكلام بتاع كيروش، طريقه 4-3-3 لازم انديه مصر تلعب بيها الاول عشان تقدر تطبقها في المنتخب. والكلام ده اي مدرب عايز يطبق طريقه لعب في المنتخب لازم الانديه المصريه وعلى راسهم الاهلي يكون بيلعب بيها. ماتش حلو، مبروك للاهلي. دي البدايه، نفكر بقى في اللي جاي. وكان حلو قوي ان احنا مركزين مش بنفكرش في الماتش اللي بعده. ودي كانت تصريحات كولر قبل البطوله حتى. فيعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. وكان ماتش حلو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.